لسه مخلص مونتاج اعلان. تعالوا نشوف بريك داون سريع على الايديت بتاعي. وين بعدي؟ مو لازم تروح لهالمسافة عشان توصل بيتك. في تلال بنغاطي بتوصل مباشرة من شارع الإمارات. هذا هو الموقع المميز. زي ما شفنا كده، ده الاعلان وده التايم لاين بتاعي. التايم لاينز بتاعتي عامه على طول بكون ملون كل حاجه عشان اكون عارف دي ايه وانا بايديت. يعني كل الازرق بالنسبه لي في التايم لاين انا عارف ان دي الشوتس، ولون الموف ده كله دي ادجستمنت لايرز، والاصفر ده اللوجو، والبينك ده التكست اللي هيتكتب في الاخر. الاخضر ده كله ده صوت الدايلوج، الاورنج دي الساوند افكتس، الاحمر ده او النبيتي ده الامبيانس، والازرق دي الميوزك. انا بكون ملون كل حاجه عشان اكون عارف دي ايه، عشان لو في مثلا صوت مضايقني او في حاجه عايز اغيرها اعرف الاقيها بسرعه. تعالوا نشوف بريك داون سريع على اللي انا عملته. اول حاجه انا اخترت ان انا ابتدي بالشوتس دي، اللي هو قفل العربيه على وايد انجل، هو متعصب بس احنا مش عارفين هو متعصب ليه. بعد كده بنبعد اكتر بنلاقي ان هو عباره عن نقطه في وسط صحراء، اكستريم وايد شوت. رجعنا بقى تاني للمشاعر بتاعته، دخلنا ميديوم شوت، هو بقى دلوقتي متضايق، بص على الموبايل، متعصب. القطعة دي اسمها كات ان، دي قطعة في المونتاج. هو لما يكون الشخص بيبص على حاجة والحاجة دي موجودة في الفريم، يعني زي الشوت ده بالظبط، ان هو باصص على الموبايل، بنقطع على الموبايل. القطعة دي اسمها كات ان. هنا عشان اجيب هو بيبص على ايه، بيبص هو مفيش شبكة، متعصب، بيبص بيحاول يجيب شبكة من فوق. اخترنا انجل من فوق. بعد كده رجعنا تاني للانجل الوايد عشان نبين ان هو احنا لسه هنا، احنا ماشي، دخلنا معاه في المشاعر بتاعته، دخلنا معاه بنشوف ايه اللي بيحصل له. بعد كده رجعنا تاني اللي هو انت لسه هنا، والتمثيل بتاعه مضحك، فاللي هو بيأفور في الرياكشن ان هو متعصب. بيبتدي يتعصب اكتر. اللقطة دي حلوة قوي وانا هقول لكم ليه. بدل ما اجيب ان هو عشان يطلع الخريطة من شنطة العربية، فاجيب ان هو بيطلعها وبعد كده يقفل شنطة العربية وبعد كده الخريطة يجيبها ويحطها على شنطة العربية، اختصرتها كلها بساوند افكت بس. لو خدتوا بالكوا قفلت شنطة العربية مع نزول الخريطة على شنطة العربية. بصوا اهي، بيجيب الخريطة، يمشي فريم باي فريم، بيقفل العربية، في نفس الوقت الخريطة نزلت فيه. ماشي، ده كله اتعمل ازاي؟ عن طريق الساوند افكت. بصوا اسمعوها تاني. تعالوا بقى نبريك داون الساوند افكت في الحتة دي. انا عملت ايه بالظبط؟ اول حاجة استخدمت صوت الورقة نفسها اللي هي اللي ماسكها الخريطة. تمام. الصوت اللي بعديه، ماشي، الصوت اللي بعديه قفلت شنطة العربية، الخريطة وهي بتنزل، وش صغير قوي، ووش اكبر شوية فيه ريفيرب كده. كل الساوند افكتس دي ادي 1 2 3 4 5 6، كل الستة دي يعملوا ساوند افكت واحد وهي الخبطة دي.
فدي نصيحه ليكم وانتوا بتعملوا الساوند ديزاين بتاع الفيديو، ما تحطوش ساوند افكت واحد كده وخلاص. لو انتوا عايزين ديبث في الموضوع اكتر، حطوا ساوند افكتس كتير، اجمعوهم مع بعض بحيث ان هي تديك ديبث وتديك روح للشوت. نفس الكلام في الامبيانس، هنا انا مغير فيه بحيث ان هنا الهواء يكون مكتوم شويه وبعدين يرجع للهواء الطبيعي اللي هو كان فيه. ماشي، بيبتدي يدور وبنشوف هو بيدور في الخريطة على مكانه، عرفنا انه تايه. تمام، الشوط هنا رجع، دلوقتي بنبعد عنه وهو متعصب، كأن من قوة الزعيق احنا بنبعد، والكاميرا كانت عمالة بتتهز. سمعنا صوت جمل من على الشمال، ودي عشان تعملوا الصوت ده انا الجمل اهو، فين ساوند افكت الجمل؟ شفت انا بلاقي الساوند افكت على طول عشان انا ملون الحاجة. راح الاقي افكت كنترولز، هتلاقوني في البانر هنا عاملها بالماينس عشان الصوت يجي من على الشمال، ما يجيش الصوت في النص. فهو سمع صوت من على الشمال، بيبص مع الترانزيشن زوم ان هو خلاص هو تاه. كات على دي هارد كات على المكان بقى التاني اللي هو الحلم بقى، اللي هو انت لا انت مش هنا، انت المفروض تبقى هنا، اللي هو انت ليه تعيش التوهان ده، ما ممكن تعيش هنا. مو لازم تروح لهالمسافة عشان توصل بيتك، في تلال بنغاطي بتوصل مباشرة من شارع الإمارات. وطبعا هنا الوان مبهجه، تحس انت مبسوط، ده جو الصيف وكده. بس الرساله خلصت، هي في جملتين. عشان توصل بيتك في تلال بنغاطي بتوصل مباشرة من شارع الإمارات. واللو بس كده، ونجيب شوت في الاخر خالص ليه، شوت مضحك كده ان هو لسه تايه لحد وقت الغروب. هذا هو الموقع المميز. وعشان تبقوا عارفين احنا الاعلان ده عملناه 2 فيرجنز، مره بالعربي ومره بالانجلش، نفس الفكره بالظبط. جبنا ممثل بنفس الفريمز، ممثل انجلش وممثل عربي، وخلينا يعمل نفس الحاجه بالظبط بس بدل العربي انجلش. Where is my home? وبس كده خلص الاعلان والبريك داون. قولوا لي بقى لو البريك داون ده عجبكم وعجبكم الستايل ده من الفيديوهات، عشان نريفيو فيديوهات اكتر والحاجات اللي انا بعملها ونجو ديبر كده في التايم لاين بتاعي. لو عجبكم المحتوى ده قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم.